يبدأ الفيلم بزوجين يغادران في رحلة. يذهب أليك ونورا في رحلة انتظارها إلى منطقة هادئة في الريف. متى ستكون محطة الاستراحة التالية؟ وبما أنهما كانا في الريف لم تكن هناك أي محطات استراحة، فتوقفا أمام متجر لاستخدام دورة المياه، لكن أبواب المتجر كانت مغلقة بإحكام، فقررا أخيراً قضاء حاجتهما بهدوء في الخلف. لكن أثراً مشبوهاً عبارة عن محفظة مهجورة وهاتف دفعهما إلى تجاوز الشكوك ومواصلة رحلتهما. وأثناء سيرهما وجد هذه المرة امرأة على الطريق تحتاج إلى كابلات توصيل بطارية السيارة. أليك بلطفه المعهود ساعد المرأة في تشغيل سيارتها، لكن فجأة بدأت المرأة تسيء إلى أليك ونورا. قالت بغضب: انظري، نحن نحاول مساعدتك. فردت: هل طلبت المساعدة؟ بعد ذلك وصلت السيدتان إلى مطعم وطلبتا برجر بالجبن وبطاطس مقلية وقهوة لسد جوعهما، لكن كان هناك رجل يحدق بهما باستمرار، حتى إنه بدأ شجارا مع نورا قائلا: أنت لست بأمان هنا. بدا كل شيء غريبا، لكنهما تجاهلتا الأمر ظنا منهما أن السبب هو غرابة المكان واتساعه. ومع نفاذ الوقود عثرتا على محطة وقود، فنصحهما صاحب المحطة بمكان للمبيت قائلا: يمكنكما البقاء هناك، فقد تأكدا من أنه مكان آمن. بدا المكان مخيفا بعض الشيء، ولأنه كان مهجورا بدأ القلق يتسلل إليهما حتى قبل الوصول إليه. ولحسن الحظ كانت هناك الكثير من السيارات متوقفة في مكان الإقامة. دخل المكان بشيء من الارتياح، وكانت هناك آثار تدل على وجود أشخاص. وسرعان ما قابل صاحب المكان الذي اصطحبهما إلى غرفتهما. كانت الغرفة أفضل مما توقعا، وكان الرجل لطيفا على عكس انطباعهما الأول. قال لهما: ليلة سعيدة. فأجابت نورا: وأنت أيضا، شكرا لك. ثم قال: أراكما غدا. ناما، وفي اليوم التالي استيقظت نورا لتجد نفسها داخل قفص صغير أسفل السرير. لم يكن هناك أحد لتطلب منه المساعدة. وفجأة ظهر رجل ملثم أخاف نورا، ثم ظهر شخص يرتدي قناع بقرة ويحمل زجاجة ماء. وفي المرة الثانية التي استيقظت فيها كانت يداها وقدماها مقيدتين. هذه المرة جاء شخص يرتدي قناع أرنب وحقن شيئا في جسد نورا. وبعد مغادرة قناع الأرنب ظهر قناع البقرة وأعادها إلى القفص مرة أخرى، ثم جرها إلى مكان آخر. ومن خلال الفتحات استطاعت نورا رؤية القرويين الملثمين، وكان الجميع يعملون بجد وهم يرتدون أقنعة حيوانات. وفي هذه الأثناء وصلت إلى مكان يشبه المسلخ حيث تذبح الأبقار. وهناك داخل القفص رأت أليك مع مجموعة من الرجال. ثم ظهرت مجموعة من الملثمين وبدأوا بضرب الرجال على رؤوسهم بالمطارق، ووضعوهم في عربة نقلتهم إلى داخل المسلخ. وبعد فترة قصيرة تحول الرجال إلى قطع من اللحم. قال أحدهم: يجب أن يكون الطعام جاهزا خلال 3 ساعات. نحن نطهو لحوالي 80 شخصا، لذلك علينا أن نكون في غاية الدقة. وقال آخر: يجب أن يكون الطعام جاهزا خلال 2.5 ساعات. كان ذلك مكانا قاسيا يأسرون فيه البشر ويحولونهم إلى لحوم. قال أحدهم: آنا، متى كنت تنوين المجيء؟ الجو حار، أعتقد أننا نحتاج إلى بعض ماشيتنا الحلوب مبكرا. كان الرجال يحولون إلى لحوم، بينما تجبر النساء على إنتاج الحليب. أما المادة التي حقنت بها نورا فكانت حيوانات منوية بهدف جعلها حاملا حتى تتمكن من إنتاج الحليب. وعندما يولد الطفل بعد 10 أشهر كانوا يقتلونه بلا رحمة. وعندما تصبح النساء غير قادرات على الحمل يتم تحويلهن أيضا إلى قطع من اللحم. وفي إحدى المرات وقف شخص أمام باب قفص نورا. كان ذلك الشخص هو أليك، وبدأ معا بمحاولة الهروب بحذر متجنبين الحراس، لكن أليك كان مصابا، لذلك لم يكن الهروب سيرا على الأقدام سهلا. فقررا سرقة شاحنة، لكنها لم تعمل، فاضطر إلى الهرب مجددا من أصحاب الأقنعة الذين كانوا يطاردونهما. وفي أثناء الهروب وجد كنيسة، لكن شخصا يرتدي قناع ماكاو وصل في الوقت المناسب. حاول الهرب بحذر، لكن تم القبض عليهما. والأسوأ من ذلك أن أليك وقع في فخ، وفي النهاية
تهرب نورا بمفردها بينما يموت أليك. تطارد نورا حتى تصل إلى قفص مليء بالأشخاص الذين كانوا محتجزين معها سابقاً، وهناك تكتشف وجود حافلة كانوا يستخدمونها لنقل الناس. سألت أحد الموجودين عن طريقة الهروب، فعرفت أن هناك حافلة يمكن استخدامها للفرار. وبينما كانت تتجنب أصحاب الأقنعة للحصول على مفاتيح الحافلة، صادفت شخصاً مقنعاً يسرق سيارة، فنجحت في سرقتها والهروب بها. لكن السعادة لم تدم طويلاً، لأنهم بدأوا بمطاردتها من جديد. فهل ستتمكن نورا من الهروب من هذه القرية المجنونة؟ ولماذا كان القرويون يرتكبون هذه الأفعال المرعبة بحق الناس؟ لقد كان ذلك فيلم المزرعة. يحاول الفيلم أن يقدم رسالة تنتقد سلوك البشر تجاه الحيوانات، لكن بسبب الطريقة الصريحة والعنيفة التي عرضت بها الرسالة، قد يشعر المشاهدون بالاستياء والانزعاج. وربما لهذا السبب اعتبر البعض أن أفضل ما في الفيلم هو قصر مدة عرضه، لأن ذلك يقلل من معاناة المشاهدة. لذلك لا ينصح بمشاهدة هذا الفيلم إلا لمن يرغب فعلاً في خوض هذه التجربة. وبعد قراءة هذه المراجعة يمكنك أن تقرر بنفسك ما إذا كنت ستشاهد الفيلم أم لا. وهنا نصل إلى نهاية هذا الفيديو التعريفي عن فيلم المزرعة. كانت معكم ملخصات يومية للأفلام. شكراً لكم. فيلم الرعب The Farm يعد واحداً من أكثر أفلام الرعب النفسي إثارة للجدل والانزعاج بسبب فكرته الصادمة وطريقة عرضه القاسية والعنيفة. تدور أحداث الفيلم حول زوجين يقرران الذهاب في رحلة هادئة إلى الريف من أجل قضاء بعض الوقت بعيداً عن ضغوط الحياة. لكن هذه الرحلة الهادئة تتحول تدريجياً إلى كابوس مرعب لا يمكن تخيله. تبدأ القصة عندما يمران بعدة مواقف غريبة في أثناء الطريق، بداية من أشخاص يتصرفون بطريقة مريبة وصولاً إلى قرية منعزلة يبدو سكانها في غاية الغرابة. ومع مرور الوقت يكتشف الزوجان أنهما وقعا في قبضة مجموعة من الأشخاص الذين يعيشون داخل مزرعة معزلة، لكن الصدمة الحقيقية لم تكن في الاختطاف نفسه، بل في الطريقة التي يتعامل بها هؤلاء الأشخاص مع البشر. فكما يقوم البشر بتربية الحيوانات داخل المزارع واستخدامها للطعام، تقوم هذه المجموعة بمعاملة البشر بالطريقة نفسها تماماً، وكأن الإنسان أصبح مجرد حيوان يربى من أجل الذبح والاستغلال. حاول الفيلم أن يقدم رسالة رمزية واضحة تنتقد القسوة التي يتعرض لها الحيوان داخل المزارع والمسالخ، لكنه اختار أن يقدم هذه الرسالة بطريقة صادمة للغاية، مليئة بالمشاهد الدموية والعنف النفسي القاسي، وهو ما جعل الفيلم يثير حالة كبيرة من الجدل بين المشاهدين. الكثير من الناس شعروا بالانزعاج الشديد بسبب طبيعة المشاهد الموجودة داخل الفيلم، خاصة أن بعض اللقطات كانت قاسية نفسياً أكثر من كونها مجرد مشاهد رعب عادية. ويعتمد الفيلم بشكل كبير على خلق شعور دائم بالتوتر والخوف والاختناق، حيث يشعر المشاهد طوال الوقت بعدم الراحة والترقب، وكأن الهروب مستحيل. كما أن الأجواء المظلمة والتصوير الكئيب ساهم في زيادة الإحساس بالرعب النفسي، حتى إن بعض المشاهدين وصفوا الفيلم بأنه من أكثر الأفلام إزعاجاً التي شاهدوها. ورغم أن هناك من رأى أن الفيلم نجح في إيصال فكرته ورسائله بشكل قوي ومختلف، فإن كثيرين انتقدوه بسبب اعتماده الكبير على المشاهد المقززة والعنف المبالغ فيه، بدلاً من التركيز على القصة أو بناء الشخصيات بشكل أعمق. ولهذا السبب فإن الفيلم ليس مناسباً للجميع، خاصة للأشخاص الذين لا يفضلون المشاهد الدموية أو القصص النفسية الثقيلة. وإذا كنت من محبي أفلام الرعب النفسي الصادمة والأفكار الغريبة التي تترك أثراً طويلاً بعد المشاهدة، فقد تجد في The Farm تجربة مختلفة ومميزة. أما إذا كنت تبحث عن فيلم رعب للتسلية فقط، فربما يكون هذا الفيلم مزعجاً أكثر مما تتوقع. وفي النهاية يبقى The Farm واحداً من تلك الأفلام التي إما أن يراها البعض تجربة جريئة ومرعبة، أو يعتبرها آخرون تجربة قاسية يصعب تحملها.